بسم الله الرحمن الرحيم كده يا رجاله. معانا فيديو النهارده نازل معانا طبعا كده باكج كرويف وايتو وكانتونا، ده غير طبعا كده باكج نجوم الاسبوع. معانا كده برضو الباكج اللي هو نازل مجمع لنجوم دوري الابطال. طبعا باكج كرويف كده احنا حاولنا نفتح عليه، كان معانا 800 كوين كده، قعدنا نحاول برضو بس ما جاش معانا حد الصراحه. والفكره ان انا مش عايز افتح اكتر من كده على الباكج ده، لان انا كده كده عندي نسخه كرويف الدبل بوستر دي. وبالنسبه لايتو هو مهاجم كويس، بس انا كده كده عندي تشيفا ورومانيجي، فانا مش محتاج مهاجم جول بوتشر تاني. وكانتونا برضو نسخه كويسه بس هو برضو ديب لاين، وانا كده كده عندي كرويف فانا مش محتاج. الفكره كلها بس ان انا خايف اقعد افتح اكتر من كده، ويوم ما يطلع لي لاعب ايبك يطلع لي كرويف تاني مثلا ابقى صرفت لي 3 4000 كوين، فمالهاش لازمه. بس عموما لو انت ما عندكش اي لاعب من الثلاثه دول، ففتح اي لاعب هيجي لك من الثلاثه حرفيا توب. الثلاث لعيبه كده كده بيوصلوا 106 معاك. ده غير طبعا كده ان احنا معانا باكج نجوم الاسبوع، ده كان كده معانا فتحه مجانيه عليه، فتحنا جالنا ليفاندوفسكي، ده برده كارت كويس وهنجربه النهارده. بالنسبه للباكج المجمع بتاع دوري الابطال، طبعا احنا استلمنا كده ثلاث فتحات الاسبوع ده. انا فتحت الثلاثه، جاب لي كده جابرييل ماجالايش، وجاب لي برده كده رافينيا، والفتحه الثالثه كده جالي منها اللاعب الياباني اللي هو الاخير اللي هو ويدا ولا ايدا ده. فاحنا معانا كده ماجالايش ومعانا رافينيا ومعانا ليفاندوفسكي، هنجربهم في فيديو النهارده. ده غير كده كده ان احنا اصلا معانا كرويف الدبل بوستر، فبرضه هيبقى معانا في التجربه النهارده. عموما كده هي دي الخطه اللي هنلعب بيها. احنا معانا هنا ليفا اساسي، ومعانا بره كده رافينيا، ومعانا برضه كده جابرييل ماجرايس. حاله ليفاندوفسكي طبعا هي ايه، لكن رافينيا وجابرييل هم سي. فانا هخش الماتش لقيت اسهم رافينيا وجابرييل كويسين، هقلب كده الخطه للسب تكتيك. هتلاقي كده معانا هنا ال ام اف بتاع ديفيز هنطلعه وهنحط مكانه رافينيا. وبالنسبه برضه لماجرايس ممكن نطلع كده مثلا كانافارو وندخله. لو لقينا حالتهم واقعه ممكن مثلا نجربهم الشوط الثاني او حاجه 20 30 دقيقه لو الماتش مضمون. بس خليني كده اقول لكم يا رجاله قبل ما نبدا الفيديو النهارده ان احنا معانا اول مسابقه بسيطه كده هنعملها مع بعض. كل اللي عليك تعمله عشان تشترك في المسابقه دي ان انت بس هتشترك في القناه وتعمل لايك للفيديو ده وتركز في الفيديو، لان هيظهر كده كود مكون من 3 ارقام في نص الفيديو بقى في اوله او في اخره. بس لازم تركز لان هو الكود ده هيظهر لمده ثانيه واحده وهيختفي تاني على طول. كل اللي انت عليك تعمله اول لما تشوف الكود ده في الفيديو ان انت هتبعته لي في رساله على اي اب من اللي انت ينفع تبعت عليهم رسائل، زي طبعا تيك توك او فيسبوك او حاجه، وهتلاقي طبعا كده لينكات السوشيال ميديا كلها في الوصف. وطبعا هتنزل في الفيديو ده تكتب كومنت كده بكلمه تم او اي كومنت انت عايزه، بس اهم حاجه ان انت تكتب كومنت على الفيديو ده عشان برضه يبقى اسمك ظاهر معايا، لان انا لما هختار حد يكسب معانا فهختار عشوائي من الكومنتات اللي على الفيديو ده. وطبعا كده علشان لسه دي اول مسابقه فاحنا لسه بنسخن بيها كده مع بعض، فاللي هيكسب معانا هيكسب 550 كوين. بس لازم طبعا عشان تكسب ال 550 كوين تبقى عامل الشروط اللي احنا اتفقنا عليها. هي مش شروط واحنا بنلعب كده مع بعض. ولو لقينا الموضوع ماشي والناس بتشترك في المسابقات والدنيا حلوه والناس اللي بتكسب كتير، هنزود كده طبعا مسابقات تانية اكتر، وهيبقى معانا اكتر من واحد كسبان، وبرده كده هيبقى معانا حسابات اسطوريه وكوينز زياده. عموما كفايه هري لحد كده. احنا معانا النهارده هنلعب ماتشين ثلاثه كده في الديفيجن. احنا في الديفيجن تقريبا لاعبين حوالي 42 ماتش، كاسبين 31، متعادلين 6، خسرانين 5. ترتيبنا على العالم هو 466. فاحنا في الفيديو ده كده هنلعب ماتشين ثلاثه، نحاول بس نكسر الريت ال 1900. اول ماتش كده معانا رجاله هنلعب كده واحد ديفيجن 2 ريته 3165. لو نبص كده على اسهم اللعيبه هنلاقي طبعا ليفاندوفسكي كده سهم اخضر. نبص كده على رافينيا، حلو، رافينيا كمان سهم اخضر، يبقى احنا هنجيب رافينيا مكان ادجار ديفيدز. وزي ما اتفقنا احنا اول لما نخش هنقلبها صاب تكتيك، ويبقى رافينيا معانا هنا في ال ام اف. وكمان كده برده ممكن نجرب جابرييل ماجالايش مكان فان دايك، كده كده الاثنين سهمهم زي بعض. ولو بصينا كده على الخصم هنلاقي ان هو ما بيلعبش مثلا عرضيات او حاجه، فاحنا مش هنحتاج فان دايك الاريال فورت. عموما كده زي ما شفتوا خطتنا، وهي دي كده خطه المعلم اللي هنلعب قصاد اول ماتش. ولد مالديني، روح رافينيا، كرويف، ليفا، خلت، روح. هو انا ليه ما بصيتش لميسي؟ يعني انا كنت عايز اعمل اسيست بليفا. ولد خلت، ليفا، كرويف. يا جدعان ايه ده؟ ليفا عنده باصات، يعني مش باصات ليفا دي خالص. عمل اسيستين، واحد منهم جه والتاني طبعا انا ضيعته بخلت. روح رافينيا، ودي كده لكرويف. ولد كرويف، هي دي ليفا. ولد في الرأسيات، روح كده بتاعتك، روح بالسرعة ودي. يا ولد فيزيكال يا ابن اللعيبة، والله حلوة، والله حلو الفيزيكال. مالديني، ميسي، رافينيا، ولد، روح. هيشوطها صح؟ يشوط اي حاجة والله الواد ده. ولد رودري على التغطية. ميسي، روح ليفا، روح. والله ليفا خفيف، الكارت ده خفيف بتاع ليفا. رافينيا كده او ليفا ما يشوطوش. طب والله رافينيا 89 حلو، هنجربها برافينيا. الكرة دي جون، عليت. ولد على القطعة، رافينيا، ولد دبل تاتش، كرويف، روح. ما راحش. رافينيا يا ابن اللعيبة، رافينيا دي بالاسيست. ميسي، رافينيا، خلت، كرويف، رافينيا، روح. روح. ليه الاستلامة دي؟ ليه استلمها كده؟ رافينيا، كرويف، روح. انا زهقت من الكرة دي، ما بتبقاش فاول ازاي يا جدعان؟
انا اتغبيت ان انا حركت الحاجه، بس هي كده كده كانت هتبقى جون يعني. ميسي، ليفا، ميسي تاني، ليفا، كرويف التاني، مجرايش ولد، ميسي، رافينيا روح، وهي دي، روح بالسرعه. ليه اللعب ده صح؟ ليه اللعب ده طيب؟ الدقيقه لسه 58 وانذار، ليه مش طرد؟ يعني ايه مش طرد يعني؟ كان اخر مدافع، المدافع التاني بعيد، انا رايح باربعه قصاد اتنين. روح مبابي، تشيفا، روح ميسي، ولد والتاني. عايزين بس نأمل الرجاله كده بجون تالت، عشان هو شكله هيعمل جليتش السنتره حالا، لسه قايل حالا والله حالا، والله لسه قايل حالا، لسه قايل حالا هيعمل جليتش السنتره. معرفش ازاي التلات اربع خمس مدافعين اللي عندي كلهم اتقدموا كده. ولد بيلي، مبابي، روح تشيفا، روح يا ابن اللعيبه، يا ابن اللعيبه يا تشيفا. خلصت، هي لسه ما خلصتش، هو فرق جون بس تشيفا خلصها. نأمن ازاي بقى منه على جليتش السنتره ده؟ والله لا اجري معاه بتشيفا، قلت لك هجري معاه بتشيفا. يا جدعان ازاي الدفاع بيفضى كده يا جدعان؟ يا جدعان عالمي، عالمي كانافارو. ولد، نخلصها بقى. مع انها كانت ممكن تضيع، انا ما امنتش عليها، بس هو تشيفا خلاص يعني، اي شوطه بتشيفا جون اكيد. معلم رفع شرطتين هجوم ومش باقي على حاجه. روح كده ميسي. معلش يا صاحبي، معلش ما تطلعش الجون تاني يا صاحبي. روح سانيه، بيلي، هيجيبها، هيجيبها. لازم اتملعن، ما خلاص الماتش خلص مش مشكله. طيب يا رجاله كده اول ماتش خلص معانا 5-2، بس الصراحه الواد يعني الواد مستواه كويس، الواد مش وحش عموما. احنا كده خدنا 10 نقط برضه في الديفيجن، بقى معانا 1890. يعني في الاغلب الماتش الجاي ممكن ناخد 10 كمان نبقى 1900، بس حاسس ان احنا هناخد 9 فنبقى 1899 ونحتاج ماتش تاني ده لو كسبنا. تعالوا كده نخش على الماتش اللي جاي ونشوف هيجي لنا مين. طيب يا رجاله الماتش اللي بعده جاي لنا ريت 3206، مصنف 192 على العالم. بالنسبه لاسهم اللعيبه كده فاحنا معانا ليفا ورافينيا سهمهم كويس، فهنبدا برضه بيهم. وبالنسبه للبودلة فاحنا معانا مبابي وفينيسيوس وسانيه وبلينجهام، معانا بودلة كويسين. بس انا مش هدخل جبريل الماتش ده عشان الصراحه الواد تقيل، وعنده قدام كده زي ما انت شايف جاريس بيل ومبابي، فاحتمال نحتاج جاريس بيل لو الواد كده ممكن يلعب على الرفعات او حاجه، ده غير ان هو عنده اتنين بليدز ناحيه اليمين. فخلينا كده الماتش ده نجرب رافينيا وليفا، وطبعا زي ما انتم عارفين ان احنا رافينيا هنخليه LMF لما نقلب على السب تكتيك. تعمل ايه يا اسطى؟ تعمل ايه؟ ولد، لا 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 مش لده يا ميسي، مش لده، ما ليفا قدام بيجري. ميسي، ليفا، يا ابن اللعيبه، روح روح كرويف، روح روح يا ابن اللعيبه يا ليفا. ايه الثرو ده يا جدعان؟ بقول لكم ليفا ثروهاته. الواد رفع شرطة هجوم وباين عليه كده عايز يعمل جريش سنترة، هيعمل. ما جاش الحمد لله. ميسي، كرويف، لو رحت يا خلت، روح. هو التاني، نضمن الماتش بقى. ولد، ولد خلت. هوينز هيلعب هنا ايوه هيبديها من هنا بليدز، والله عارف، والله عارف. لا 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 لا. ولد طلع، طلع وحات امك، حات امك طلع. الواد تقيل على فكرة يا جدعان، الواد تقيل، انا بس خطفته في الاول كده. حلوة 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 بقى. هي معرفش هي عدت ازاي في اخر باصة، بس هي ازاي يا رودري ازاي؟ والله يا شمايكل اسد. يا لهوي يا جدعان، يا لهوي على سرعات ليفا يا جدعان. يا جدعان لا 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 يا كرويف لا، انت لسه هتغنى في ليفا وسرعاته يا جدعان. تاني، تاني هي تاني. الواد بيعملها حلو الصراحة، معرفش يعني بيعدي بيها 3 4 مدافعين بس بيعملها حلو. مبابي بليدز صح؟ بليدز. الحمد لله، الحمد لله كفايه بليدزات يا اسطى. حرام والله، والله حرام، انا مديله كتفين برافيني. هوينز يعني مش الفيزيكال الجامد للدرجات. هو هيموت ويعمل بليدز، هو عمال يلف حوالين نفسه عشان عايز يعمل بليدز. اه ايوه هي غلطه مني. تالت فيها، فيها هي فيها. ولد مبابي روح. تشيفا، ميسي، تشيفا،
والله محظوظ، ما كانش مرقم على ترام اصلا. بص وكلير، ما طبيعي كلير، كلير طبعا كلير اكيد. خسرنا يا رجال، خسرنا ماتش منتن قوي حرام. ماشي الواد لعبه حلو وكل حاجه ومصنف على راسي، بس لا ما خسرش الماتش ده. طب احنا كده قال لنا 25 نقطه في الديفيجن بين 1865، فده معناها كده ان احنا مش هنكسر ال 1900 الفيديو ده، بس هنلعب كده برضو اخر ماتش نقرب شويه وبعد كده نخلي ال 1900 دي الفيديو الجاي ولا حاجه. طيب يا رجاله اخر ماتش كده معانا برضو كده منافس تركي، هو اي نعم ديفيجن 2 3114 بس تركي. بالنسبه لاسهم اللعيبه كده معانا ليفا سهمه قريب من الاخضر، معانا رافينيا سهمه عادي برضو، خلينا كده ننزله مكان ديفيز. ماجالايش برضو كده الثلاث ماتشات سهمه عادي في النص، هننزله برضو كده مكان فان دايك الماتش ده. هي بس الفكره ان خطه المعلم اللي قدامنا انا ما اعرفش مين احمد كاتوشو ده ولا كاتوكو، يعني ما اعرفش هو كده هيلعب عرضيات ولا لا، انا خوفي ان انا طلعت فان دايك. عموما يعني كده هي دي الخطه اللي احنا هنلعب بيها اخر ماتش. معانا برضو كده جابرييل ورافينيا وليفا بيلعبوا اساسي، ومعانا برضو كرويف اكيد. ايوه هو الواد بيلعب عرضيات، هو بيلعب عرضيات وانا طلعت له فان دايك. بص هو عرضيات، هو يروح يمين شمال وعرضيات وشكرا. ولد رافينيا والله يا جدعان ما فيهاش فاول يا جدعان، الواد اداله كتف وخد الكور. روح روح رافينيا، محدش معاك. خلت ليفا، ولد، ولد فينيشر. ليفا يا ابن اللعيبه على الكعب. يا جدعان ليفا كارت مش طبيعي يا جدعان، والله كان هيوديها، والله حلوه. ولد يا ليفا، والله ولد. رافينيا، ميسي، ودي والتاني. يا جدعان ليفا ورافينيا مش ممكن. بص هي حلوه يعني، هي الكوره حلوه، انا عم جليتش سنتره وكل حاجه، بس هو لعيبها حلو. بص بقى الجليتش ده، هي دي الجليتشات. لا 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 ليه اوف سايد، كنت هرد عليه على طول. ازاي اوف سايد يا جدعان؟ بص كرويف فين، فين الاوف سايد. روح كده ليفا، ادي كده الخولت واجري. خولت هيوديها لك، والله قلت، والله قلت، والله قلت يا جدعان. لا لا لا، انا بدأت في الملعانه بدري قوي يا جدعان. الحمد لله عشان انا اتغبيت ورقمت الحارس في وقت غلط. ولد بيلي، روح ميسي. نفسي نخلص، نفسي نبطل ملعانه ونخلص. سهله هي، صح سهله سهله الحمد لله. ضمننا الماتش، نضمن الماتش بعد كده نتملعن براحتنا. سانيه يا ابن اللعيبه، يا ابن اللعيبه عايز تعملها جلitch السنتر عليا انا، خدها بقى، خدها بقى. كده الماتش بتاعنا خلاص خلص، نتملعن براحتنا. سانيه سانيه سانيه. ميسي، تشيفا، على الروقان. انا لما ببقى كسبان بلعب وانا رايق كده، يقول لي ماشي ماشي قطعها، اه مش مشكله يعني، انا لو جه جول فيا دلوقتي مش هزعل. اه بص انا عادي، اتملعن بقى براحتك، 5-1 براحتك عيش. والله هي وش الرجل. لا 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 يا تشيفا لا عادي، انا كسبان، بس انا يعني كنت عايز الكرة شكلها حلو، الكرة لازم تيجي. عموما كده الماتش التالت خلص معانا 5-2، خدنا برضو تقريبا حوالي 10 نقط، هنشوف خدنا 11 نقطة يا رجالة، كده بقى معانا 1876، يعني تقريبا زي ما بدأنا الفيديو زي ما انا هناك دخلنا الفيديو كده كان معانا 1880، قفلنا معانا 76. الفكرة في الماتش اللي احنا خسرناه ب 25 نقطة ده، على الأقل لو كنا اتعادلنا كنا خسرنا مثلا 5 نقط كان مقدور عليه. عموما كده نحاول الفيديو الجاي بقى انا نكسر ريت ال 1900. نيجي بقى كده لتقييم اللعيبة. عندك روبرت ليفاندوفسكي ده يا جدعان كارت مش طبيعي، يعني هو اي نعم لاعب معايا 3 ماتشات جايب جون وعامل اسيستين، بس انت لو بصيت كده عنده على الباصات هتلاقي الباصات الارضيه 75 والعاليه 70، هو مش كده خالص، هو حرفيا بيدي اسيستات وسروهات بتودي انفرادات بطريقه انا مش فاهمها، يعني مش فاهم ازاي الكور دي طالعه من رجل ليفاندوفسكي اصلا. ده غير طبعا ان هو فينيشر جامد، والمفروض ان المعروف عن ليفا ان هو كارت تقيل او لاعب تقيل في الملعب، بس الكارت ده بالذات مش كده خالص، حرفيا انا شايف ان هو كارت خفيف جدا معاك، فينيشر كويس جدا، كمان بيدي اسيستات كويسه جدا. بالنسبه بقى كده لكارت رافينيا، هو كارت عموما كويس جدا بالنسبه للتحكم في الكره والسرعه والتسارع، هو كويس. الفيزيكال عنده اي نعم واقع جدا، هو معانا في 3 ماتشات عامل اسيست واحد، بس ده عشان هو ما كانش قريب من الجون، يعني هو برده كان بيدي كام ثرو حلو، كان بيسلم ويستلم الكرة حلو وبيستلم كويس، بس هي الفكره كلها ان هو الفيزيكال عنده واقع قوي. ده غير طبعا ان هو مشكلته الاسبوع ده ان هو الحاله بتاعته سي، وهو كارت اصلا بوستر، فالمفروض ان هو لما الحاله بتاعته بتبقى ايه بيوصل معاك ماكس ريت في التشكيله 99. عندك برده كده جابرييل ماجالايش، ده برده مدافع، هو كويس مش احسن حاجه عشان انا عندي الاحسن منه، بس هو مدافع كويس، وبرده مشكلته ان هو حالته سي، فهو لو حالته ايه هيوصل معاك 101 في التشكيل. يعني انت لو بصيت كده على البوستر بتاع جابرييل المفروض ان هو بيزود الوعي
الدفاعي والتاكلينج والسبيد والاستامينا، بس لو بصيت هنا هتلاقي ان مفيش اي حاجه من دول زايده، وده عشان هو حالته زي ما احنا قلنا. يعني انت هتلاقي ارقامه الدفاعيه دي كلها كسره 90، وهتلاقي برده عنده كده السرعه كويسه والاستامينا كويسه. نيجي بقى طبعا بالنسبه لكرويف يا جدعان، يعني هو خارج نطاق النقد، ما ينفعش ان انت تقول على كرويف رايك اصلا. مبدئيا ميزه كرويف ان هو بيوصل 106 مع اي مدرب بوستر، مش لازم يبقى دبل بوستر معين. طاقته زي ما انت شايف طبعا قدامك هي كلها تسعينات، وهو عباره عن حته عجين تقدر تفصله زي ما انت عايز. ممكن تاخد شويه من التحكم في الكره تديله في السرعه، ممكن تاخد شويه من التسديدات تديها له في الوعي الهجومي. انا طبعا كارت كرويف ده معايا من اول لما نزل في المره الاولى، فهو لاعب معايا 636 ماتش، مسجل 369 جون وعامل 279 اسيست. ارقام مش طبيعيه يا جدعان، ارقام حرفيا هي متخلفه. يعني هو تقريبا مساهم باكتر من ال 636 ماتش اللي لعبهم، مساهم مثلا بحوالي 650 جون ولا حاجه. واحسن حاجه كمان ان هو دي بلاينج فورورد ومعاه الفينومينال باس، فهو بالنسبه لان هو فينيشر فهو فينيشر. بالنسبه للاسيستات فهو بيدي اسيستات خياليه. عموما كده يا رجاله هو ده كل اللي كان معانا النهارده بالنسبه لتجربه نجوم الاسبوع وتجربه برضو يوهان كرويف. فما تنساش بقى كده علشان تشترك معانا في المسابقه تنفذ الشروط اللي احنا اتكلمنا عنها في اول الفيديو، وطبعا الكود ظهر في خلال الفيديو المفروض ان انت شفته. زي ما اتفقنا ان الكود ده انت هتبعته لي على اي ابلكيشن من اللي انت ينفع تبعت لي عليهم مسجات، زي مثلا الفيسبوك او تيك توك. ده غير بقى ان انت ما تنساش تنزل تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان ما يفوتكش اي فيديو جديد. وانزل برضو كده لو حابب تكتب لنا كومنت تشجيعي ولايك للفيديو وشيل لصاحبك عشان يتفرج معاك. واشوفكم كده على خير في الفيديو الجاي يا رجاله. سلام.